اهلا بيك يا صديقي العزيز. اللي قدام حضرتك دلوقتي هعرض فيديو لمارسيل كولر والمترجم بتاعه، الفيديو اللي قالب الدنيا وكله بيقول ان المترجم غلط ومارسيل كولر غلط، وهل الاهلي بيدور على بديل لمارسيل كولر، وهل فعلا في صفقات ولا الكلام ده كله في شنك. هنعرف بس لما نسمع الفيديو. قبل ما نسمع الفيديو كل اللي طالبه من حضرتك انك تعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك، وتشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. بنتكلم في المواضيع الحصرية والسخنة جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو. اتفضل. اشتكيت اكتر من مره. Mehrmals hast du reklamiert, dass viele Verletzte ohne Neuverpflichtung الراجل بس بيقول له ايه؟ كلموا. طبعا الترجمة باينة قدام حضراتكم على الشاشة. dass die Neuverpflichtung bald kommt? Nein. تمام. لا للأسف. Was nein? الراجل بس Ja, zur اسمعوا Sicherung بس آخر müssen جملتين من zuerst كولر. Spieler haben, die wir dann sagen, okay, den und den wollen wir. Wie soll ich das Ja, nein, wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen kann. Ja, aber vielleicht ist das unproblematisch, wenn du es so auf diese Art und Weise sagst. Ja, طيب اتفضل سيدي. nächste Frage. لحد كده صديقي العزيز، واقول لك كفايه. ليه؟ انا مش عارف الاهلي ناوي يودينا لحد فين. امبارح بعد اللي حصل في مباراه اورلاندو وشفنا فضيحه، سواء من اللعيبه، سواء من المدرب، سواء من التشكيله اللي نازل بيها، سواء من الظلم التحكيمي. كل ده تقدر تقول اني نعديه ونتلاشاه. لكن ان مارسيل كولر يطلع على الهوا ويقول بكل جراءة ان فين اللعيبة اللي اتعرضت عليا عشان اوافق او لا، وانا اشتكيت اكتر من مرة في الاعلام على ان مفيش لعيبة اتعرض عليها لحد دلوقتي، وبقى 12 يوم على الانتقالات. ده كده خلاص، ده كده تبقى فضيحة. لما المترجم يرفض يقول دي مش اللي انتوا شفتوه ده، دي مش يعني مش خوف ولا جبن من المترجم، ولكن المترجم بيكون بالتعاقدات مع النادي الاهلي في نصوص ولوائح بيمشي عليها، اللي هو في كلام ما ينفعش يترجمه على الهواء او في الحديث التلفزيوني. فهو الراجل بكل صدق وبامانه، اول ما جه سؤال زي كده عارف ان ده هيخالف اللوائح والقوانين بتاعت النادي الاهلي، فقال ان مش هينفع اترجم حاجه زي كده. حتى لو هتسمعوا مارسيل كولر بيقول له ايه يا عم، انت مش بتجيلي الترجمه الالمانيه ولا ايه؟ مش بتعرف تترجم؟ فقال له لا، الكلام ده هيحصل فيه مشاكل. فقال خلاص السؤال اللي بعده. يعني معنى كده ان مارسيل كولر ما تعرضش عليه الصفقات اللي هقولها لحضراتكم دي، ايفورتون وسراجيون وايهاناتشو والبنوبي والعش وغيره، كل ده ما تعرضش على مارسيل كولر ولا حاجه، وطلعت كلها لعبه في شنك. دي حاجه، دي اول واحده ممكن نستنتجها. الاستنتاج الثاني ان ممكن يكون الاهلي بيدور على بديل لمارسيل كولر، ويكون بيعمل الصفقات دي من غير ما مارسيل كولر ياخد رايه اصلا. يعني مارسيل كولر في الاهلي زيه زي قلته. ما هو انتوا تريحونا يعني تخلونا نفضل على حل. هو الاهلي بيرسم على ايه؟ ايه المخطط اللي الاهلي بيعمله الوقت اللي جاي؟ بغض النظر عن المترجم، عشان الناس ماسكه في المترجم وسايبه المشكله الكبيره. المشكله الكبيره، هل الاهلي بيدور على خليفه مارسيل كولر، ولا الاهلي بيعمل الصفقات دي حقيقي من ورا مارسيل كولر، ولا الاهلي ما بيعملش الصفقات دي وكل اللي احنا سمعناه في شنك وضرب نار في الهواء على الفاضي؟ ما هو احنا عايزين نوصل لحل وبكل جراءة. طبعا على فكرة المترجم ده راجل بيترجم ألماني، وبيكون في تعاقد مع النادي الاهلي، مش مترجم كولر. هو اسمه مترجم كولر، ولكن الراجل ده بيتعاقد مع الاهلي بعيد عن كولر خالص، زيه زي المدرب، زي مدرب الاحمال، زي الفريق الطبي. كل ده الاهلي بيتعاقد معاه لوحده. لكن مترجم كولر ده عشان يترجم الكلام اللي بيقوله كولر، يسهل عملية النادي الاهلي، وده بيكون تعاقد بعيد عن كولر نهائيا، مش هو اللي ماشي مع كولر يعني. عشان الناس ماسكه في المترجم، ازاي المترجم ما يترجمش كلمه زي دي؟ ما هو الكارثه لو ترجمها. ليه؟ هيتعاقب المدرب، مش مدرب، هيتعاقب المترجم. اللوائح والقوانين بتقول انك ما تترجمش كل الكلام، حتى ولو كوره غلط انت ما تترجمش. طب معنى ان الاهلي مش راضي يقول لكولر على الصفقات دي، خلينا في الصفقات انها حقيقي، عشان بس ايه ما نتوهش الجمهور.
الصفقات اللي بتتم حقيقي، صفقات ايفرتون وسيراجيوني وايهناتشو والبنوبي والعش، يا عم دول كلهم حقيقي ومعاك، انا مش هنختلف في حد من دول. ليه لحد دلوقتي ما خلصتش في الصفقات؟ كولر ما يعرفش ازاي عن الصفقات دي في صفقات قبل ما كولر اصلا مستوى الاهلي يقل معاه. يعني في صفقات من فتره كبيره مع كولر او مع الاهلي. معنى ان كولر بيقول ان محدش جاب لي سيره اصلا ولا حد عرض عليا لعيبه، الراجل ده يا اما هو في الضياع يا اما اداره النادي الاهلي بتخطط وبترسم على حاجه تاني. طيب نطلع من موضوع المدرب نروح لحاجه اكبر من ده كله. امبارح مباراه ايفرتون الصفقه اللي عامله قلبه دماغي، مباراه الاهلي واورلاندو، وشفنا اخطاء بالجمله من الدفاع، زي رامي ربيعه اللي عامل دبل كيك داخل منطقه الجزاء، وخالد عبد الفتاح اللي حب يصلح الدنيا بوظها وراه. اللي غلط اكتر من ده كله ياسر ابراهيم اللي كان تايه في وسط الملعب، واللي جات له كوره كانت ممكن تنقذ وتقلل الفارق مع النادي الاهلي وسددها بغرابه بره المرمى. ياسر ابراهيم اللي كان بيسيب في ظهره مساحات بالجمله ورا ظهره، ومن اللعيبه اللي تقدروا تقولوا هو بيطلع بيفضي مكان للمهاجم بتاع اورلاندو. فرجاء من الجهاز بتاع النادي الاهلي، خلاص مارسيل كولر اركن، يعني الاداره، مجلس اداره النادي الاهلي تدخلوا وانقذوا الاهلي، لان الاهلي خلاص بينهار. الاهلي بينهار بعد اللي بنشوفه ده. هو في مخطط لاسقاط الاهلي؟ ما انا مش عارف، انتوا خلتونا تايهين. واحد لينا سنين بنحكي في صفقات ويجي يقول لك لما ما فيش صفقات. انا ما حدش عرض عليا حد لحد دلوقتي. كل اللي اقدر اقوله قبل ما تطلع من الفيديو تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل جرس الاشعارات. الا اللي كان في فيديو اخر.